انا مش فاهمة اللي بيحصل. انا بدخل في نوبة اكل فجأة وبعدين بندم، بحاول اصلح وارجع لنفس النقطة تاني. هو الغلط فين؟ مفيش غلط ولا حاجة، انت بس مرهقة نفسيا. قوليلي ايه اللي بيحصل معاكي قبل نوبة الاكل؟ بحس اني مضغوطة طول اليوم جدا وخايفة اتخن، بجوع نفسي طول اليوم على قد ما اقدر، بس فجأة بفقد السيطرة وما بقدرش. طيب في حاجة تانية عايزة تقوليها؟ يعني تتكلمي مثلا عن حاجة او حد ممكن يكونوا سبب الضغط النفسي ده؟ انا بابايا كان شديد قوي عليا، محسسني طول الوقت اني غلطانة وفي اي حاجة انا بعملها وكان بيضربني كتير على كل حاجة، على اهيف الاسباب، لحد ما ممكن مناطق في جسمي بتزرق ومليش رأي في اي حاجة ابدا تخصني. طيب وماما واخواتك اخبارهم ايه معاكي؟ ماما دايما في صف بابا حتى لو كانت عارفة انه هو غلطان، واخويا ملوش دعوة باي حاجة خالص. انا محدش بيسمعني وتعبت جدا من الموضوع ده. انتي مشكلتك مش في الاكل نفسه، ده مجرد عرض وان ده استغاثة لحاجة اكبر. انتي مشكلتك في الامان، في التوتر اللي بتعيشيه، والتعويض الوحيد اللي قدامك هو الاكل. بس مش ده التعويض الحقيقي، ده وهم. الوصف بتاع حالتك اسمه النهام العصبي او البوليميا، ومهم تتأكدي انه له علاج وانك مش لوحدك. طيب ليه بحس بالذنب بعد كل حاجة باكلها وندم بيموتني؟ كأني فاشلة ودايما مقصرة. ده بسبب صوتك الداخلي القاسي اللي دايما بيلومك، زي ما والدك كان بيلومك بالظبط بنفس النغمة. اتعودتي، وجزء كبير من العلاج اننا نهدي الصوت ده ونفهم ان جسمك محتاج انك تفهميه مش تعاقبيه. قبل ما تفكري تعالجي طريقتك في الاكل لازم نتعامل مع المشاعر، لان المشاعر هي سبب رئيسي في السلوك. ولما تيجي النوبة وقفي مع نفسك لحظة واسألي نفسك، انا جعانة بجد ولا موجوعة؟ لازم تتأكدي انك هتتعافي. وكل ما هتسمعي نفسك كويس وتواجهيها، كل ما النوبات هتقل وجسمك هيهدى. ومع الوقت والتدريب صوت الذنب اللي بيلحقك هيضعف. طبطبي على نفسك أكتر لأنها تستاهل.